لما تكون انت مكان، مطعم، اي مكان في العالم، حتة سوبر ماركت، وبتشتغل وبتطلع منتجات للناس، او بتطلع اكل وشرب وشغال. المدير مش شرط اللي هو يعمل كل حاجة، مش شرط هو ما يعملش اي حاجة. يعني إدارة الشغل او صاحب الشغل المفروض ان بيبقى تحته في حاجة اسمها مدير تشغيل. مدير التشغيل ده الخاص بيه، ده اللي هو مدير العمليات. مدير العمليات ده اللي هو لازم يعمل، بص يعني من ضمن وظائف مدير العمليات ده او مدير التشغيل ده ان هو مسؤول عن كل حاجة في المكان ده. لو ما عندكش مدير تشغيل، مدير عمليات في المكان اللي انت فيه، المكان ده فيه فشل كبير، المكان ده فيه مشاكل كتير، ومشاكل كتير بتتكرر كل يوم. يعني المدير التشغيل ده وظيفته ايه؟ بص يعني اكاد يكون انت لو شفته تقول هو صاحب المكان. مدير التشغيل ده، مدير التشغيل ده بيطلع من تحته مراقب الجودة، بيطلع من تحته الانتاج، الجودة، مراقبة العمال، الصيانة، الفنيين، بيطلع من تحته كل حاجة في المكان ده. فمدير التشغيل ده اساسي في اي مكان كبير، اساسي في اي مكان بيبدأ عايز يوصل نفسه او يوصل نفسه لحاجة، جودة، منتج، سعر، كل حاجة. فمدير التشغيل ده لازم منه. مدير تشغيل مش موجود في قلب المكان ده، قول على الدنيا الصلانكتي زي ما بيقولوا كده. ما ينفعش فيه شغل. مشاكله كتير، حواراته كتير، مفيش ثبات على الجودة. ما تاخدش منه شغل، من الاخر. فلو انت عايز تعمل نظام، بيبقى فيه طبعا الإدارة، تحت إدارة التشغيل، بما فيهم مدير التشغيل والكلام من ده. وتحت مدير التشغيل لو في أقسام تحت، طبعا هو اللي بيبقى مسؤول عنها. بعد كده بقى انت بتوصل لايه، للاقسام اللي بتبقى بره المكان ديت، مثلا توزيع خارجي، توزيع داخلي، الكلام ده لو في محلات، لو في عندك فروع والكلام من ده. فمدير التشغيل آه هو كل حاجة في المصنع.